قرية شلف قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد، منطقة الحفة ناحية كنسبة. تبعد عن كنسبة حوالي 1.5 كيلومتر. عدد السكان ما بين 2500 إلى 3000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتجارة الشنقليش ويسمونها السوركة، والسوركة اسم كردي بمعنى الأحمر. قرى جبل الكرد قسم اللاذقية تعرضت لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تهدمت قراهم وتهجر أهلها شعبها، وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك، فهم بحاجة لنا. عائلات قرية شلف: العبد، خليل، داود، درمش، رستم، زهوري، سقومو، شنيعة، صافي، عابدين، عبدو، عراج، كنجو، مبارك، محمود وموسى. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية وأن يعلموها لأولادهم وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كباقي اللغات وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية شلف.